السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ معكم ميس اسماء سمير، مدرسة الدراسات الاجتماعية. ان شاء الله النهاردة هنشرح اول درس في منهج الصف الرابع، ولكن قبل الدخول في اي تفاصيل واي شرح صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة خالص، انت كطالب داخل سنة رابعة، اول مرة تعرف يعني ايه مادة دراسات، اول مرة تاخد مادة اسمها دراسات. يعني ايه يا ميس اسماء مادة الدراسات؟ انا هديك فكرة صغيرة كده عنها عشان تبقى انت فاهم. مادة الدراسات دي يا حبايبي يعني هيتكلم عن الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها. يعني هيتكلم عن تاريخ المصريين القدماء. من هم يا مس أسماء المصريين القدماء؟ المصريين القدماء يا حبيبي يعني الفراعنة. عارف انت الأهرامات اللي انت بتشوفها عندك في الكتاب في سنة تانية أو تالتة، أو اللي انت بتشوفها على التلفزيون اللي هما التلات أهرامات؟ أهو اللي بناهم بقى المصريين القدماء. عارف أبو الهول اللي بناهم المصريين القدماء. فهم دول المصريين القدماء اللي احنا بنقول عليهم الفراعنة. تمام. هنتكلم في مادة الدراسات عن الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها. هيتكلم عن الجبال والهضاب والسهول والأنهار والبحار والمحيطات، ونعرف أساميهم كلهم، أسامي البحار اللي موجودة على الكرة الأرضية والمحيطات والبحار اللي موجودة في مصر وهكذا. ديت كانت نبذة صغيرة كده بس عن مادة الدراسات. باقي المعلومات هتعرفها إن شاء الله طول المنهج، هنشرحها بإذن الله. اول حاجه خالص هنتكلم عن الدرس الاول. الدرس الاول ده بيتكلم عن الاماكن والاتجاهات من حولنا. يعني ايه يا مس الاماكن والاتجاهات من حولنا؟ هقول لك. اول حاجه جايب لك كده في اول الصفحه بيقول لك اولا وصف الاماكن. يعني ايه وصف الاماكن؟ يعني ازاي بيعرفك توصف اي مكان انت عايز توصفه لاي حد. تعال نشوف يعني ايه. قال لك انا هقرا لك الاول، يعني انا هقرا لك اللي مكتوب، وبعد كده اشرحه لك كحكايه، هخليك طالع من هنا من الفيديو حافظ الدرس وفاهمه والدنيا تمام معاك خالص. بس ركز معايا. بيقول لك ايه؟ اذا اردنا، عشان نوصف مكان، اذا اردنا وصف مكان ما مثل منزل او مدرسه او منطقه رحلة سيرا على الأقدام، فيمكننا رسم مخطط مصغر مبسط للمكان كأننا نراه من الأعلى. يعني ايه يا مس انا مش فاهم اي حاجه؟ هقول. يعني بيقول لك انت عارف، انت لو عايز توصف مكان لزميلك مثلا، يعني عايز تقول لزميلك انا توصف له شكل المنزل بتاعك، المنزل يعني البيت بتاعك. تمام. هتقعد تقول لزميلك انا عندي بيت فيه صاله وفيه اوضه وفيه حمام وفيه مطبخ، هو مش هيتخيلها او هيتخيلها غلط. فانت تعمل ايه عشان توصفها له صح بقى؟ هتجيب يا حبيبي معاك ورقه ومعاك قلم، وبعدين تبدا ترسم كده زي نظام مربع على ايه، على الورقه. وبعد ما ترسم المربع ده تقعد تقول لزميلك بص انا هوصف لك المنزل بتاعي. اول حاجه احنا عندنا الحته دي كده، المكان ده غرفه النوم. بعد كده المكان ده دي غرفه الاستقبال، يعني اللي هي الصاله يعني. بعد كده المكان ده حمام، والمكان ده الغرفه بتاعتي انا واخي. وبعد كده المطبخ. فكده بقى انت وصفت لزميلك المكان المنزل بتاعك، بس بايه؟ بشكل ايه؟ رسم مصغر وايه ومبسط، يعني رسمه صغيره وبسيطه كاننا نراه من الاعلى. يعني كانك شايف البيت من فوق وبترسمه، كانك واقف في مكان عالي وشايف البيت من فوق كده وبترسمه لصاحبك عشان يتخيل ايه؟ المنزل. ايوه يا مس، يعني انا ارسم ليه لزميلي على ورقه واجيب قلم وارسم واعمل له المنزل كاني شايفه من اعلى؟ قال لك لان ده هيساعده في معرفه تفاصيل المكان بطريقه اوضح من الوصف بالكلمات. يعني ايه بقى؟ يعني انت لما تجيب ورقه وقلم وتوصف لزميلك شكل المنزل بتاعك، هيكون اسهل من لما تقعد توصف له بالكلام اللي هو ايه، احنا بيتنا في مطبخ واوضه اخويا شكلها كذا والاوضه بتاعتي كذا والحمام فين والمطبخ فين. هو مش هيفهمك او هيتخيل المنزل بطريقه تانية. فانت لما جبت ورقه وقلم ورسمته له، فهو بقى عارف غرفه النوم فين، حته عندكم الشرفه يعني البلكونه، الغرفه بتاعتك انت اخوك فين، الصاله فين، المطبخ فين، وهكذا. فلما يجي لك سؤال ويقول لك بما تفسر إذا أردنا وصف مكان ما مثل منزل أو مدرسة أو منطقة رحلة سير على الأقدام، فيمكننا رسم مخطط مصغر مبسط للمكان كأننا نراه من الأعلى. ليه؟ يعني إيه بما تفسر أصلا؟ السؤال ده يعني إيه يا مس أسماء؟ عارف لما انت كنت في سنه ثالثه ابتدائي او تانية ابتدائي، كلمه لماذا، السؤال لما يجي يقول لك ايه، لماذا ذهب سيف الى المدرسه؟ هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ ذهب سيف الى المدرسه لكي يتعلم. تمام. او ممكن يقول لك ايه، لماذا ذهب سمير الى المدرسه؟ هتقول ايه؟ ذهب سمير الى المدرسه لكي يتعلم. اهي كلمه لماذا ده هي بقى في الدراسات عندنا ما بنقولش عليها لماذا، امال بنقول ايه يا مس اسماء؟ بنقول عليها بما تفسر. يعني ايه؟ يعني بما تفسر ذهب سمير وسيف الى المدرسه. ليه؟ هتقولوا ايه؟ لكي يتعلموا. تمام كده؟ تمام. يبقى بما تفسر يعني ايه؟ يعني لماذا. يبقى بما تفسر يعني ليه، ما النتائج حصلت.
هما دول اكتر سؤال هيقابلوكم، اللي هو ايه؟ سؤال اسمه بما تفسر. خليك فاكر ان سؤال بما تفسر يعني ليه. طب ولما يقابلك سؤال اسمه ما النتائج، ما النتائج يعني حصل ايه، حصل ايه لما الشخص ده عمل كذا، حصل ايه. فهنعرفها بعدين الحتة دي. تمام. طيب بعد كده يا مس اسماء، انت عرفتيني ان انا لما اوصف لزميلي المكان بالقلم والورقه بشكل مبسط كاني شايفه من فوق من الاعلى، فده بيبقى اسهل من لما انا اوصفه بالكلمات. انا عايز اعرف بقى يا مس اسماء، مين هو اللي بيصمم المنزل؟ مين اللي بيصممه لي او المدرسه؟ قال لك انت عارف المدرسه بتاعتك او المنزل بتاعك او المسجد او اي اماكن او مستشفى، عارف مين اللي بيصممها؟ مين اللي بيجيب ورقه وقلم وجاي مصممها كده وقاعد يحدد الاشكال بتاعتها والاماكن بتاعتها؟ عارف مين؟ قال لك المهندس. المهندس يبقى السؤال ده بيجي ايه؟ اكمل، بيجي يقول لك يكون نقط مين اللي بيصمم لك المنازل، المدارس، المباني الجميله اللي في مصر كلها، مين اللي بيصممها لك على ورقه وقلم وبيعرفك شكلها هيبقى عامل ازاي عشان تتبني بعد كده؟ المهندس. يبقى مين؟ المهندس. تمام. بعد كده جايب لك نشاط هيتحفظ؟ لا مش هيتحفظ، هو انت بس المفروض تفهمه فقط، فهم بس، يعني اصلا المفروض ان احنا نقراه مع بعض وخلاص، مش هيتحفظ. امال ايه اللي هيتحفظ؟ من اول هنا لغايه هنا كده بس، لغايه الجزء ده كده، ده اللي هيتحفظ، ده قراءه فقط. تعال نشوف. جايب لك هنا شكل منزل، تمام، متصمم ومحددهولك، مقسم الجزئيه دي كده، قايل لك دي غرفه نوم، ومقسم الجزئيه دي اسمها شرفه يعني البلكونه، ومقسم الجزئيه دي غرفتي واخي يعني غرفه انت واخوك، وهنا غرفه الاستقبال اللي احنا بنقول عليها الصاله يعني، وهنا الحمام، وهنا ده ايه؟ المطبخ. عارف بقى انت الحته اللي عامله شبه السبعه دي الابواب. يعني ايه؟ هي مش اي غرفه نوم، يعني اي اوضه نوم لها باب بنخرج منه بندخل منه، هو ده الباب. يبقى دي كلها ايه؟ ابواب. عارف بقى انت الجزء ده الباب بتاع اصلا المنزل اللي بتدخل منه وبتخرج منه، اللي بتكون رايح منه المدرسه او داخل من المدرسه. تمام. تمام. تعال نشوف. بيسالك سؤال بيقول لك في الشكل المقابل يصف منزل من الاعلى، يعني من فوق كانك شايفه من الفوق من فوق. طيب بيقول لك حدد عدد، عايز يعرف عدد غرف المنزل كام غرفة. تعال نشوف. ادي واحد غرفة اسمها غرفة ايه؟ النوم، ادي كده واحد. اتنين غرفتي انت غرفة انت واخوك، ادي اتنين. تلاتة غرفة ايه؟ استقبال. يبقى كام غرفة؟ يعني كام اوضة؟ تلاتة. يبقى نكتب هنا التلات غرف، بس احنا كلمة اوضة مبنقولش عليها اوضة، احنا بنقول عليها غرفة. تمام. في الدراسات بتقال عليها غرفة، بس انا بقول لك كده علشان افهمك بس. تمام. بعد كده بيقول لك اكبر غرفة هي غرفة ايه؟ غرفة الاستقبال. طب ليه يا مس اسمها غرفة الاستقبال؟ تعالى شوف. لو قلت لك اختار لي اكتر مكان واسع في الرسمة دي كلها، هيكون هو ده؟ لا. طب ده طبعا في اوسع منه. شايف المكان ده قد ايه؟ شايف غرفة الاستقبال دي قد ايه؟ كبيرة. اذا اكبر غرفة في المساحة، مساحتها كبيرة قوي، هي غرفة ايه؟ الاستقبال. بعد كده بيقول لك انت عارف السهم الاحمر ده اهو ماله بقى؟ بيشير الى الباب يشير الى الباب الرئيسي للمنزل. يعني السهم ده اهو يعني قال لك الحتة ده ايه؟ دي الباب اللي احنا بندخل او نخرج منه منين؟ من المنزل. الحته الاخيره دي بيقول لك لون المخطط، دي طبعا اعملها في البيت عادي لان ملهاش اي لازمه، ده نشاط. عايز تغير مثلا بيقول لك لون غرفه النوم دي بالاخضر، هتلون غرفه الاستقبال باللون الاحمر وهكذا، فملهاش لازمه ان هي ايه؟ تتشرح، هي مش مهمه يعني، هي نشاط عادي. بعد كده بيقول لك تعالى بقى انت بقى كطالب او كمهندس عشان يصمم منزل ويرسمه، بيرسمه ازاي؟ قال لك اول حاجه بيجيب ورقه وقلم، ماشي، وبعد كده بيعمل ايه؟ قال لك نرسم اطارا يوضح ابعاد المنزل. يعني ايه؟ يعني يا حبيبي انت بترسم اطار كده، يعني زي نظام حدود كده للمنزل بتاعك، يعني دي اولها لحد هنا كده، ده الارض العرض بتاعها وده الطول بتاعها، يعني بتحدد المنزل بتاعك. تمام. بعد كده بتعمل ايه؟ انت خلاص حطيت الابعاد يعني حدود كده، ايوه، هتقسم المنزل من الداخل. يعني انت عايز المنزل يبقى فيه ايه؟ غرفة ولا اتنين ولا تلاتة، في مطبخ، في حمام، في جنينة، في بلكونة، وهكذا. تبدأ تقسمه، الجزء ده غرفة، الجزء ده غرفة، ده شرفة، دي مثلا ايه؟ المطبخ، ده الحمام، انت تبدأ تقسمه. تمام. طب بعد خلاص ما عملنا الابعاد وعملنا قسمنا التصميم، هنعمل ايه في المرحله الثالثه؟ قال لك تبدا بقى، مش انت خلاص قسمتها؟ اكتب عليها بقى. هتكتب عليها يعني تحدد المكان ده انا عايزه يبقى غرفه نوم، المكان ده انا عايزه غرفه استقبال، المكان ده انا عايزه الشرفه يعني تبقى هنا بلكونه كده، انا عايزك بقى تعمل لي هنا الغرفه بتاعتي انا واخويا، هنا مثلا يبقى الحمام. يعني بتبدا تكتب اسامي الاماكن على التصميم بتاعك، عشان انت لو سبته فاضي كده، انا مثلا لو جيت وريتني التصميم انا مش هفهم حاجه. ليه؟ انا عارفه هي دي اوضه ولا هي مطبخ ولا هي حمام،
طبعا مش عارفه، لكن لما انت بتكتب لي الاسماء هنا كده خلاص، انا لما اشوف هنا غرفه نوم خلاص كده انا عرفت ان انت عندكم في البيت المكان ده غرفه نوم. طب انت بقى لو رسمت لي التصميم وسبته له ابيض كده، هل انا اعرف ده مطبخ عندكم ولا ده حمام ولا فين الاستقبال ولا فين الكلام ده؟ مش هعرف. فاذا لازم نكتب الكلمات. طيب رقم 4 بيقول لك وانت بترسم التصميم كده اوعى تنسى حاجتين اتنين: الابواب والنوافذ. يعني ايه الابواب؟ قال لك يعني تعمل بيبان لكل غرفه عندك وللمنزل. والنوافذ يعني ايه؟ النوافذ يعني الشبابيك، عارف الشباك؟ هي اللي اسمها النوافذ، بنقول على الشباك في الدراسات النوافذ. ايوه يعني يا مس اسماء، هو انا لما اجي ارسم تصميم هعمل بيبان ليه وشبابيك ليه يعني نوافذ ليه؟ قال لك ده مهمه جدا لتسمح بدخول الهواء وضوء الشمس. عشان انت لما بتعمل شبابيك تقوم كده الصبح من النوم تفتح الشباك بيدخلك هواء بيدخلك شمس. وكمان البيبان عشان تعرف تخرج وتطلع من الاوضه، ما هي الاوضه لو ما فيهاش باب مش هتعرف تطلع ولا تدخل، صح كده؟ يبقى لازم نرسم البيبان والنوافذ. تمام. اخر حاجه خالص بيقول لك نرسم سهما على الباب الرئيسي للمنزل. تيجي جاي بقى انت محدد كده في الرسمه وتعرف زميلك ان ده هو المكان ده الباب الرئيسي بتاع البيت، يعني اللي ندخل منه وبنخرج منه. وبعد كده تيجي جاي بقى راسم شمس هنا كده، الشمس هنا بتبقى خارج المنزل عشان الشمس دي هي اللي بتدخل شمس جوه المنزل من الشبابيك ومن الابواب. تمام. طيب بعد كده بيقول لك تعالى بينا نتكلم عن ازاي ترسم مخطط لرسم مدرسه. يعني ازاي توصف مدرسه لحد، لزميلك بقى، لمامتك، لاخوك، لايا كان هو مين. اول حاجه بيقول لك المدرسه دي شكل المدرسه بتاعتنا. تمام. فبيسالك سؤال: بما تفسر. واحنا عرفنا ان بما تفسر يعني يعني لماذا، بس احنا ما بنقولش عليها لماذا، بنقول عليها بما تفسر. بما تفسر يعني ليه، ما النتائج حصل ليه. بما تفسر يعني يعني ليه. بيقول لك بما تفسر أهمية المدرسة في حياتنا. ليه المدرسة مهمة في حياتنا احنا كطلبة بقى؟ احنا المدرسة مهمة عندنا ليه؟ قال لك ده مهمة جدا جدا. طب ليه مهمة؟ لأنها بيتنا الثاني. يعني لانها البيت التاني بتاعي اللي بقعد فيها وبتعلم فيه، وانها المكان اللي بتعلم فيه. يعني اول حاجه المدرسه مهمه في حياتنا عشان هي بيتنا التاني. يعني انا بتعامل في المدرسه كانها بيتي التاني. ايوه. تاني حاجه المكان اللي بنتعلمه فيه. هو انت مش بتروح المدرسه يا حبيبي شايل الشنطه واللانش بوكس والحاجات الجميله دي عشان تتعلم ولا عشان تاكل؟ لا طبعا عشان تتعلم. طيب انت رايح المدرسه ليه؟ عشان المكان ده احنا نتعلم فيه. طيب وكمان كمان ونقضي فيه اوقاتا سعيده مع المعلمين والاصدقاء. يعني انت لما بتروح المدرسه مش بس بتعتبرها ان هي بيتك التاني ولا المكان اللي بتتعلم فيه بس، لا ده انت بتقضي وقت جميل جدا مع المعلمين والمدرسين اللي انت بتحبهم والاصدقاء الجميله اللي قاعده معاك في الديسك اللي انت بتحبها. اذا لما اسالك سؤال واقول لك بما تفسر ليه المدرسه مهمه في حياتنا، مهمه ليه؟ يوم ما تنسى الاجابه تقول لانها بيتنا التاني. طب تاني؟ والمكان اللي بنتعلمه فيه. وكمان بنقضي اوقات سعيده مع مين ومين؟ مين هناك بتقابلهم بتقضي وقت حلو معاهم؟ المعلمين والاصدقاء. بيقول لك عشان كده لذلك يجب علينا ان احنا نحافظ على مدرستنا كما نحافظ على بيتنا تماما. يعني يجب عليك انت كطالب وانت في المدرسه تحافظ على المدرسه دي زي ما بتحافظ على بيتك تماما. ما تقعدش بقى تمسك قلم وتشخبط على الجدران وعلى الديسك وتقطع الكتب والجو ده، لا طبعا. اتعامل مع المدرسه ان هي بيتك التاني. تمام. طيب هنا بقى مديه نشاط، طبعا مش هيتذاكر. الحاجات اللي بتتذاكر اللي هم ال3 مربعات دول والجزء ده كده، لكن ده قراءة فقط، انت مش مطالب ان انت تحفظه اصلا، دي نظام نشاط كده. هنا بيسألك عدد الفصول الدراسية قد هتروح المدرسة تعد كام فصل؟ ادي 1 2 3 4 ده 5 6، ادي 6 فصول هتكتب له هنا 6. طيب بيقول لك روح المدرسة وشوف أثناء الدخول من باب المدرسة نجد غرفة الأمن فين؟ طيب أدي ده هو باب المدرسة، وأنت داخل باب المدرسة قال لك في غرفة اسمها الأمن أهي. قال لك أنا عايز أعرف بقى هي غرفة الأمن ده هي موجودة في الشمال ولا في الشرق ولا في الجنوب ولا في الغرب ولا هي على اليمين ولا هي على اليسار؟ قال لك لا ده هي على اليسار. يعني هي على اليسار يعني على إيدك الشمال وأنت داخل، مش احنا بنقول على إيد الشمال يعني اليسار؟ هي دي بقى يبقى على اليسار. بعد كده بيقول لك رقم 3 غرفة التربية الفنية هي أقرب إلى غرفة المعلمين ومنها إلى غرفة مدير المدرسة. تعال شوف يعني الكلام ده. قال لك بص غرفة التربية الفنية هي فين؟ أهي. مالها؟ قال لك هي قريبة لغرفة المعلمين لأن غرفة المعلمين موجودة هنا فهي قريبة جدا ليها.
تمام. ومنها الى غرفه المدرسه، يعني انت لو طلعت من غرفه التربيه الفنيه رحت غرفه المعلمين عفوا، فبتوصل جدا بسهوله الى غرفه مدير المدرسه، فهي قريبه جدا لغرفه مدير المدرسه. اخر حاجه بيسالك سؤال، هو ملعب المدرسه اكبر من حديقه المدرسه؟ تعال نشوف كده. ادي ملعب المدرسه اهو، ده الملعب اللي بتلعبوا فيه الكوره، تمام تمام. وادي حديقه المدرسه اللي فيها الايه، الاشجار والنبات الجميل. طيب انت شايف دلوقتي الملعب الكبير ولا الحديقه الكبيره؟ لا طبعا الملعب هو اللي ايه، اكبر منين، من الحديقه. تمام. هنكتفي بالجزء ده. مش عايزه اطول عليكم في الشرح لانكم انتوا اول سنه تاخدوا ماده الدراسات، فانا مش عايزاها تبقى اول حصه مضغوطه في المعلومات، حابه تبقى خفيفه كده عليكم. ولكن انتظروني في الجزء الثاني، هنكمل بقيه الدرس ان شاء الله في فيديو جديد. ولو انت وصلت معايا لغايه هنا ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لي لايك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.